Slice of Life friend number 13. هو اشمعنى الكلام عن الدين هو اللي ملوش صاحب؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان دلوقتي بقى اي حد ممكن تلاقي مذيعة استضافته ويبقى الحد ده مغني، ممثل، لعيب كورة، يطلع يتكلم في الدين ويبدأ يكلمك كوجهة نظره في السنة النبوية، رأيه عن تفاسير دينية، رأيه الأحاديث دي مغلوطة ولا مش مغلوطة. طيب هل بيبقى عنده باك جراوند مثلا دينية؟ لا. هل مثلا ناتج عن دراسات أو حاجات مثلا يقول لك أصل أنا قريت كذا وكذا وقارنت ما لا. أنت بتلاقي كلام محنك من بتاع الفنانين اللي هو إيه، أصل أنا بستفتي قلبي. يعني إيه؟ يعني استفتيت قلبي ولقيت إن أكيد ربنا مش ظالم عشان يعمل كذا كذا، ياخدك بقى في إيه؟ في حتة كده اللي هو المفروض كده بيحرجك، اللي هو لا، هي في ايات وفي سنن وفي حاجات معينه ربنا قال اللي هيعملها هيتعاقب. فانت اما تيجي تقول لي لا ربنا مش ظالم عشان يعاقبني حاجه تافهه زي دي، ما انا عندي دماغ محتاجه افكر، يعني مش هتكسفني، مش هقول خلاص انا لو جاوبت كده هبين ان انا ديني دين عنيف. لا، انت متقبلها مش متقبلها دي مشكلتك. لما تيجي تحاول تدخلني في عمق اصل ربنا مش هيسيب الظلم اللي موجود في البشريه ويركز ان انا راسم رسمه على دراعي، لا التاتو حرام، يركز معاك عادي وهتتحاسب عليها. انت عاجبك شكلك بالتاتو مثلا انه حلو، انت عايز تروح تعمل تاتو فعايز تاخدها من بق اي حد، ما تاخدهاش من بق الفنان الفلاني وتقول لا والله هو عامل تاتو اصل هو استفتى قلبه وقال اكيد ربنا لو انا بني ادم بعمل كل حاجه صح مش هيدخلني النار عشان حبر على دراعي. وهنا هرجع بقى للسؤال بقى اللي انا بدأت بيه، هو اشمعنى الدين اللي عادي الكل يتكلم فيه، بس انت لما بتتكلم في الكوره هو كلها بقت مدربين؟ هم نفس الفنانين دول لو انتقدتهم فنيا هو الكل بقى ناقد فني ويبدأ يقول لك لا ده اكيد لجنة الكترونية، لا ده اكيد حد زيهم. فانت جاي في اهم حاجة في الدنيا اللي هي الدين، ودي اللي مباح للكل يفتي فيها، لكن بتيجي تتخانق على اللي بيقول رأيه في الكورة واللي يقول رأيه في الفن والكلام ده كله. والاهم من ده سؤالي، هو ليه الاتجاه ده بقى موجود مؤخرا كتير؟ يعني مع احترامي للفنانين مش بقول حاجة وحشة عليهم بس مش مجالهم. ليه كل شوية بقى في مذيع يجيب ممثلة أو ممثل يطلع يقول رأيه في التفاسير، في السنة النبوية، في الأحاديث مغلوطة؟ لا ليه؟ ويجي هنا ياخدك في حتة دي، هو انتوا متضايقين من أي حد بيفكر؟ هو انتوا مش عايزين حد يسأل؟ أيوة، لا حلو قوي إن أنت تفكر وحلو قوي إن أنت تسأل، بس أنت مش بتعملها من حتة ديبيت إن إحنا بنتناقش، لا انت بتعملها من حته اللي انا بقوله صح وكل ده هبل وكل ده تخلف بيزد على ولا حاجه، على حاجه انت مش دارسها. فيا ريت يا جماعه في حاجه زي دي ننقي ضيوفنا في البرامج.